تعالوا النهارده اقول لكم ازاي تلاقوا سكن بسرعه هنا في المانيا. عايز اقول لكم ان بقى في ازمه سكنيه دلوقتي، وده بسبب عدد المهاجرين الكتير اللي موجودين هنا في المانيا حاليا، وانك تدور على شقه هنا او اي سكن عزيزي المشاهد بقى يتطلب جهد ووقت كتير جدا حرفيا. فلو انت جيت تدور على سكن بلاش تدور في المدينه، لان الصراحه غيرك بيدور كتير جدا وبياخد وقت، وفي الاخر ممكن ما تلاقيش اصلا وبيطول معاك لسنين. فلو انت عندك عائله او عايش لوحدك، من الافضل انك تدور على سكن في ضواحي المدينه، وده اللي هيخليك تلاقي بسرعه عكس لما تكون بتدور في المدينه. وغير برضو انه مش هياخد منك وقت وجهد كتير كانك بتدور في المدينه بالظبط. والارياف برضو هنا بتتيح لك الفرصه انك تلاقي سكن، وده بسبب يا شباب ان في ناس كتير ما بتحبش تلجا او تعيش في الريف بسبب ان ما فيش اصلا حياه اجتماعيه هناك، وتلاقي المواصلات قليله قوي. وغير برضو ان الشركات بتكون في المدينه، يعني لو الواحد سكن في الريف فلازم بيعمل حسابه ان يروح على المدينه، ممكن ياخد ساعه ونص عشان يوصل الشغل بتاعه، وده على حسب المواصلات وعلى حسب المسافه. فانصح انك تدور في الريف، وهتلاقي كمان رخيص جدا عكس لما يكون برضو في المدينه. ليه؟ لان في الريف ممكن الاسعار تبدا من 450 يورو شهريا الايجار، انما في المدينه علشان خاطر انت في المدينه بقى والسنتروم والحاجات ديت والشركات والشغل، فممكن تلاقي السكن بحوالي 600 550 يورو الاسعار ديت.